لا ينفك خالد يسلك هذا الطريق جيئة وذهابا رغم وعورته، فهو يعمل في نقل المواد الغذائية إلى شمال وشرق سوريا، وهذا الطريق بات السبيل الأساسي لذلك. السيارات الحمولة والمدنية والنازحين كلهم صارت على هذا الطريق، فهذا صار يعني يسبب لنا أول شيء تأخير بالنسبة للطريق لا يقل عن من نص ساعة لساعة تقريبا، يعني حتى نتجاوز هاي الطرق الترابية الموجودة فيه. وثانيا يعني تكاليف وأعطال بالنسبة للسيارة. الحالة المتردية للطرق في المنطقة دفعت منظمات أممية إلى إعادة تأهيل وتوسعة طريق الغزاوية الذي يصل معبر باب الهوى بشمال وشرق سوريا. هذا الطريق حيوي يربط بين ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي ومنطقة إدلب. هذا الطريق يعتبر ممر للقوافل الإنسانية، بتمر من باب الهواء إلى الشمال السوري. هذا الطريق كان متخرب بالأعوام الماضية، كثير كان سيء. هلا نحن إعادة تأهيل 11 كيلومتر. معبر باب الهوى هو البوابة الوحيدة التي يسمح من خلالها بدخول المساعدات، ومنه يتجه الطريق إلى عمق ريف إدلب ثم إلى ريف حلب الغربي، يليه الشمالي والشرقي، ثم إلى محافظات شرقي سوريا الرقة والحسكة ودير الزور. المعنيون هنا يقولون إن التكلفة الكبيرة المترتبة على اجتياز طرق وعرة وطويلة تقتطع من الرصيد السنوي الذي تقدمه الدول المانحة لصالح مساعدة السوريين في الداخل. يكثف القائمون على تجهيز هذه المرحلة من الطريق جهودهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، لكن العقبة الأكبر تظل في إعادة تأهيل نحو 300 كيلومتر من الطريق للوصول إلى أقصى الشمال السوري. عمر الحوراني، الجزيرة، ريف حلب.